السلام عليكم أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ أهلًا وسهلًا بكم في قناة عالم شيماء المبدعة، النهارده جاية لكم بفيديو جامد جدًا، 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 يعني فاخر من الآخر زي ما بيقولوا، بس في البداية ما تنسوش تصلّوا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهارده جامد جدًا، جدًا، يعني ما شاء الله حاجة تحفة، تحفة، تحفة. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتتفرجوا للفيديو للآخر علشان خاطر في مفاجأة قوية جدًا، جدًا، جدًا في آخر الفيديو. فيديو النهارده بقى حابة أقول لكم إن هو كان مشتريات السوق، كنت نزلت جِبت كل مشترياتي بمبلغ تافه، تافه جدًا، جدًا، جدًا يعني، تعالوا اتفرّجوا معايا وشوفوا أنا جِبت إيه وجِبت بمبلغ قد إيه. أنا جِبت الأول كيلو ونُص جزر ده، كيلو ونُص جزر ده كان عامل 10 جنيه تمام، يعني أنا الأولاد بيحبوا يعني بصراحة يقرقشوا كده في الجزر وما شاء الله يعني بيحبوه جدًا، فأنا جِبت لهم الجزر ده كان الكيلو ونُص عامل 10 جنيه، وجِبت برضه الطماطم دي، يعني هي رفعت اليومين دول حاجة سيكة بسيطة كده، بس إيه أنا يعني بانزل في آخر السوق برضه يعني نصيحة برضه منّي يا بنات، يعني لو السوق عندكم بيقعد يعني طول النهار أو بيقعد لحد فترة، انزلي في الآخر كده ما شاء الله بتلاقي كل حاجة جميلة جدًا. شوفي الطماطمية ناشفة خالص، أنا كنت جايبة طماطم ناشفة وأنا باحب كمان أنقي الطماطم الصغيرة دي، يعني مش كلّها صغيرة خالص، حاجة يعني كبيرة على صغيرة، عشان الأولاد برضه بيحبوا ياكلوا الطماطم، فأدّي لهم واحدة بواحدة كده صغنّنة جميلة، بتبقى جميلة أصلًا في الأكل جميلة خالص. كنت جايبة برضه الكيلو ونُص ب10 جنيه، هي كانت عاملة الطماطم في أول السوق كانت عاملة 15 جنيه، أنا جبتها في آخر السوق كيلو ونُص ب10 جنيه. جِبت كمان معايا البطاطس، البطاطس جِبتها يعني هاقول لكم يا بنات أنا جِبت 2 كيلو ب10 جنيه، 2 كيلو بطاطس ب10 جنيه، البطاطس اللي هي أم نغزة حمرا دي جميلة جدًا في الأكل في الجلي والطبيخ وكل حاجة، يعني بتعمل منها كل حاجة، أنا ما باحبش أجيب اللي هي البطاطس البيضا دي بتبقى يعني مش باحس إن هي بتبقى لها طعم حلو يعني في الطبيخ يعني، أنا باحب الطماطم أم نغزة حمرا دي، ولو حد يعني عايز يعلّق على كده يعلّق ويكتب لي تحت في التعليقات، علشان خاطر برضه إيه، كل واحد برضه وذوقه ولولا اختلاف لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع يا بنات، تمام، فكل واحد على حسب الحاجة اللي بيرتاح لها والحاجة اللي إيه، يعني بتمشّي معاه، تمام. والبطاطس دي يا بنات يعني أنا باحب أنقّيها متوسطة الحجم كده علشان آخُد مثلًا بطاطساية وأقشّرها وما يفيضش منها، يعني أقشّرها يعني إحنا 4 أفراد بس، يعني بطاطساية و2 مع بعض كده وأقشّرهم وأقليهم ما يفيضش حاجة، وحتى لو فاض أنا باعمل حركة جميلة جدًا، جدًا، جدًا في البطاطس، ساعات يعني مثلًا أمسكها يعني مثلًا جايبة كيلو أو حاجة يعني حاجة بسيطة كده، أقشّرها كلّها وأعملها شيبسي أو أعملها صوابع وأحطها في قلب المَيّة على حبّة خَل، حبّة حبّة خَل وحبّة كركم كده، وأقوم رايحة حاطّاهم في التلاجة، والله يا بنات جميلة جدًا، جدًا، جدًا مش عايزة يعني يعني هابقى أعمل لكم طريقة كده وهاورّيها لكم قدّامكم حقيقي، علشان خاطر والله بتبقى جميلة جدًا، جدًا، جدًا يا بنات، تمام، ودي كانت إيه، البطاطس معانا السعر يعني كده أنا جِبت الجزر كيلو ونُص ب10 جنيه والطماطم كيلو ونُص ب10 جنيه، والبطاطس 2 كيلو ب10 جنيه، يعني كده أنا صرفت 30 جنيه في السوق، وجِبت حاجات تانية يا بنات، تعالوا معايا شوفوا إيه بقية الحاجات التانية. جِبت كمان يا بنات كزازة زيت العافية دي كانت عاملة معايا 9 جنيه، وهي ما شاء الله أنا باحب عافية بيور دي جزازة الخل جميلة جدًا ومن أنضف أنواع الخل كمان، باستخدمها بقى في كل حاجة، زي ما قُلت لكم باحط على البطاطس، باغسل بيها، باعمل وجايبة معايا 5 جنيه ملح ليمون، 5 جنيه ملح ليمون، بيبقى جميل جدًا وباعمل منه وصفات جميلة جدًا يا بنات، حاجة والله تحفة وهاعمل لكم وصفة منه على القناة كمان علشان خاطر كلنا نستفاد، ويعني أنا شعاري التوفير والتدبير، باعمل كل حاجة من البيت وباعمل كل حاجة في البيت، علشان خاطر يعني أي حاجة يعني نشوف بديلها إيه من البيت وباعملها وبتبقى جميلة جدًا، جدًا كمان يا بنات. يبقى كده أنا جِبت ب5 جنيه ملح ليمون، وجزازة زيت العافية دي كانت ب9 جنيه، يعني كده 14 جنيه، كده 44 جنيه يا بنات، بطلبات السوق كاملة كده، تمام؟ كده إحنا بنوفّر وبندبّر وبنجيب كل احتياجاتنا، وإن شاء الله هاعمل لكم ميزانية جميلة جدًا، جدًا يا بنات، بس ما تنسوش تحطّوا اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله، وتشتركوا في القناة يا بنات يا حبايبي علشان خاطر يعني عيلتي تكبر بيكم كده أكتر وأكتر.
هنشيل بقى كل حاجة دي يعني، واقول لكم بقى على المشتريات التانية الجميلة يعني، والاسعار وكل حاجة جميلة جدا جدا والله، وحاجات بسيطة خالص وحاجات رمزية خالص، وهتستفادوا جدا يا بنات. شيل كل حاجة ونرجع لكم. وكمان يا بنات جبت جزازة الزيت الصغنونة دي، يعني هي كانت حوالي 600 جرام. جزازة جميلة جدا جدا، هي اسمها الواحة. جبتها ب65 جنيه، حاجة جميلة جدا، وهي زيت نقي احلى من زيت التموين. زيت التموين بيبقى عامل اللي هو يعني غامق شوية، هو كوكي بس هو غامق شوية. يعني انا بخلي جزازة الزيت دي مثلا للطبخ، اجلي مثلا حاجة بجلاوة، اي حاجة من دي باحبها جدًا، جدًا في الحاجات إيه اللي هي بتاعة الأكل دي الجميلة دي، تمام. تعالوا بقى معانا نشوفوا ايه المفاجأة الجميلة جدًا اللي أنا جبتها. جبت حاجات جميلة جدًا، جدًا، جدًا يا بنات. جبت اللي هو فوموكس ده جميل جدًا ما شاء الله، ده للدهون رغوة تقهر الدهون، وحاجة جميلة جدًا بجد. أنا جربته قبل ما أعمل عليه ريفيو ده، والله جميل ما شاء الله جدًا، جدًا. يعني هو أنا حد تبعنا يعني، فعامل مصنع بيصنع فيه الحاجات دي والمنظفات، ما شاء الله بيعمل حاجات جميلة وحاجات ما بتأثرش على البشرة، حاجات جميلة جدا جدا جدا. جبت أنا جزازة الفوموكس دي، وهغسل معاكم بيها إن شاء الله بإذن الله الشفاط، وهنشوفوه كمان هو مليان دهون خالص، هنغسلوه مع بعض وهنشوفوه كمان هي يعني هنشوفوه على على الطبيعة قدامنا. جبت كمان يا بنات، كمان جبت كيس المسحوق الكبير ده، كان 5 كيلو، جميل جميل جدا برضو، اسمه اكس تايجر، برضو من نفس الشركة ومن نفس المصنع، جميل وريحته جميلة جدا، وما شاء الله يعني رغوة جميلة جدا ما شاء الله، وكان ريحته باللافندر جميل جدا جدا. وكان الكيس 5 كيلو، وكان عامل 140 جنيه. وانا فاتحاه اهوت كمان، وحاطه فيه كمان كوباية كده علشان خاطر بعاير بيها، وبحط في الغسالة بيه، تمام. في حاجات كمان انا جبتها منهم، دي الكوباية دي اللي هي ستانلس دي، كانت في الطقم، فانا باخد مثلا بقى لحد معيار انا عارفاه، وبحط في الغسالة، وهو جميل جدا جدا ما شاء الله يعني، وانا جربته عن تجربة. وجبنا حاجات كمان منه، جبنا كمان جبت يا بنات ازازة اللي هي الدوني دي، جميلة جدا، هو مكتوب عليها بوني بس هي ريحتها فظيعة فظيعة طبعا. اصلا هو غني عن التعريف الدوني اصلا، وريحته جميلة ما شاء الله، الله روعة. لا ريحته روعة والله جميل. هو اصلا كان مليان اكتر لحد هنا، وانا يعني خدت منه كمان. انت عارفين يا بنات بعمل بيه كمان يعني، لدرجة التوفير برضو كمان، خدت منه حبة على في البخاخة على حبة مية، ورشيت بيه عطرت بيه عملت بيه معطر جو. والله يا بنات ريحته جميلة، بسيق بيه، بغسل بيه سجاد، بحطه على الملابس، هو جميل جدا جدا. وانا ده معرفش والله تمنه كام يا بنات، علشان خاطر اخدته هدية يعني كده، علشان انا حبيبتي هناك اخته يعني بتجيب لي وكده، فانا خدته منه هدية يعني، والله ما شاء الله جميل جدا. ويعني هسألكم على سعره واكتبه لكم ان شاء الله. وجبت كمان جيركن، الجيركن ده اسمه كولوريكس الوان، والله ما شاء الله حلو وريحته جميله. هو بصوا يعني هو ريحه ونظافه وتوفير، بجد 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 يعني حاجه جميله جدا. هو كان 3 كيلو، وكان عامل 60 جنيه، والله جميل جدا ما شاء الله. انا طبعا يعني بستخدمه ازاي، مش باخد مثلا من الجيركن الكبير ده، لا انا عندي جزازه صغيره كده بفضي فيها، واللي هي الازازه دي بتاعت سيكرت يا بنات. كنت جايبه برضو الازازه دي برضو، وكان فيها معطر جميل جدا برضو، كان ريحته جميله، كان من ماي واي. فانا ما بقيتش اجيبه، بقيت اتعامل مع المصنع ده وبجيب منه على طول. فانا بفضي من الجيركن ده في الجزازه دي، وبعاير بقى في الدرج بتاع الغساله، وبفضي منها علشان خاطر ما يندلقش منه كله من الجيركن مره واحده.
شوفوا بقى انا نسيت اوريكم حاجه جميله جدا. شوفوا انا جبت الفلفل ده، يعني ده اهم مكان في المشتريات بتاعه السوق كلها. انا نسيت اوريه لكم بجد. الفلفل ده كان 3 كيلو، 3 كيلو فلفل ب10 جنيه يعني، وكانوا جميل جدا يعني والله وحلو خالص يعني. الواحده مصححه، شوفوا يا بنات الواحده مصححه، كانوا 3 كيلو ب10 جنيه. وكان في احمر كمان ما شاء الله يعني. الراجل اللي كنا بنشتري منه، الحاج اللي كنا بنشتري منه، يعني ما شاء الله يعني، كان هما الحبة دول اللي فاضلين قدامه واحنا خدناه. طبعا انا خللت منه كمان، وخدت الحبة دول يبقوا خضرة عندي كده استخدمهم في اي حاجة. ومامتي خدت برضو منهم، وكانوا 3 كيلو يعني كتير خالص ما شاء الله. وانا سبت الحبة دول على ايه، على قد ما انا محتاج. شوفوا كده بقى يا بنات، دي مشتريات يعني مش هتقعد عندي شهر ولا شهرين، دي حاجات يعني هتقعدوا عندي كتير خالص. ما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بإذن الله. يعني الميزانية دي كانت ميزانية بسيطة جدا جدا جدا، يعني 150 و60 كده 210 و60 كمان، يبقى 270. وانا دي كانت مشترياتي يا بنات، وتعالوا نشوفوا الحلو اللي احنا عملناه. طبعا انا دخلت بقى على المطبخ وقلت اعمل لهم حاجه حلوه خالص، علشان احنا عايزين يعني حاجه تبل الريق كده. تمام. قمت رايحه عامله ايه، دخلت بقى على المطبخ وحطيت مثلا، قلت اعمل لهم جيلي. طبعا يعني الجيلي طبعا غني عن التعريف، وكل ستات البيوت المصريه ما فيش ولا واحده فيهم يعني اسمها ما بتعرفش تعمل جيلي. تمام. بس انا قلت اما اشارك معاكم اليوم بتاعي وافرحكم كده. بس الجيلي ده مثلا انا اشتريت طلباتي، ورحت بقى عند مامتي. بدأنا ان احنا نعمله كله مع بعضه، بدأنا نعمله كلنا يعني مع بعضنا يعني، انا واختي وكلنا كنا بنعمل مع بعض. تمام. طبعا انا فضيت الكيسين الجيلي، عملنا كيستين. احنا سخنا المية الاول وحطينا الكيستين، وبعدين كده بدأنا نحط عليه سكر، احنا بنحبه مسكر يعني. هو احنا بنحب الحاجة المسكرة. تمام. والجيلي طبعا يعني حاجة جميلة جدا وغنى عن التعريف، ومفيش اي ست بيت مصرية ما بتعرفش تعمل الجيلي. ويعني يعني الحمد لله. بس احنا هنعمل حاجة جميلة جدا 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 تانية، وهتشوفوها معانا، وعايزة رأيكم وتكتبوها في التعليقات، وتكتبوا لي ايه رأيكم في الجيلي بتاعنا ده، علشان احنا هنحط فيه ايه حاجة جميلة كده برضو، هنفرح الأولاد ونعمل حاجة جميلة برضو. الجيلي طبعا احنا سيبناه بقى وحطيناه، وحطينا عليه كوبايتين المية الساعة. تمام. جينا بقى احنا كنا جايبين موز، فقلنا بقى ان احنا هنحط لهم في الجيلي ده موز. فقطعنا الموز كده شرايح رفيعة سيكة، وبدأنا ان احنا يعني نحطه في الكوبايات بتاعة الجيلي. تمام. شوفوا شكله جميل جدا ازاي في الكوبايات، وشكله حلو ازاي. وبدأنا ان احنا نرص بقى نحطه الجيلي. شوفوا ما شاء الله والله الاولاد يعني بيفرحوا باقل حاجه يعني، وانا معلمه اولادي برضو على البساطه. ويعني يعني الفرحه في البساطه، والله اي حاجه بسيطه بتفرح، وبالذات الاطفال بيفرحوا باي حاجه بسيطه. يعني شوفوا ايه رايكم في الحاجه الجميله دي ما شاء الله. وعملت لهم مفاجاه كمان، ويلا تعالوا بينا نخش على المفاجاه الاكبر. بس واحنا بنعمل كده الجيلي هقول لكم مثلا ان الكوبايات دي يعني ما كفتش، فانا بدات احبطهم كمان في كوبايات الشاي الصغيره دي. بقوا فرحانين بيها خالص خالص جدا يعني. ونخش بقى على المفاجأة التانية. عملت لهم ايه يا بنتي يا شوشو، عملت لهم ايه، عملت لهم حاجة جميلة جدا. تعالوا نبدأ مع بعض المقادير كده، واقول لكم انا عملت لهم ايه. انا جبت في الخلاط كده، حطيت يعني كوبايه من اللبن المثلج. سلشت لبن وحطيت كوبايه من اللبن المثلج في الخلاط كده، وحطيت عليه ايه بقى، كيس كريم شانتيه. كيس كريم شانتيه حطيته بقى، وبدات ان انا ايه يعني، هو انا ما حطيتش الكيس بحال، حطيت يعني ايه يعني نص الكيس. انا حطيت كوبايه لبن مثلج على يعني يعتبر نص الكيس. انا بعد ما حطيت 3 معالق رجعت زودت كمان. بس ايه يعني ايه، كان كويس، ما كانش وحش والله، ما كانش بطال، كان جميل خالص.
المهم عملت بقى لحد وبدأت ان انا اضرب بقى في الخلاط لحد ما تقل معايا كده، بدأ ان هو يتقل معايا وياخد شكل تقيل كده، وبدأت ان انا احط عليه. انا هعمل لهم يا حبايبي يا بنات، اعمل لهم ايس كريم. هم بيحبوا جدا جدا الايس كريم، بيجيبوا على طول بيشتروا الايس كريم من بره، فانا قررت ان انا اعمله لهم ايه في البيت. تمام. انا طبعا لا شفت وصفات ولا كلام من ده، انا بحب ان انا اعمله من بيتي وانا عارفه الطريقه دي، وبحطه وبعمله على طول. يبقى انا كده حطيت اللي هي كوبايه اللبن المسلك، حطيت كوبايه اللبن المسلك عليه نص كريم الشانتيه، وكمان يعني لو انا حابه احط لبن كمان واحط كمان بقيه الكيس عادي ما فيش اي مشكله، بس انا قلت على قد اللي الحاجه اللي عندي. تمام. وقمت رايحه جايبه بعد كده، فضلت مثلا ان انا اضربهم في الخلاط فتره طويله كده علشان يدوبوا معايا، وقمت رايحه جايبه هعمل لهم بقى ايه اللي هو ايس كريم بالموز. جبت الموز بقى وبدأت ان انا احطه في الخلاط. حطيت كده انا الموز اهوت، وبدأت ان انا اضربه في الخلاط ضربة قوية جدا. اضرب اضرب يا عم، اتسحن مني ضرب بجد. طبعا انا كنت بعمل مع اختي في عندنا في بيت ماما، ربنا يبارك يا رب في اختي، يا رب كانت بتعمل معايا كل حاجة، وهي اللي كانت بتعمل اصلا يعني. تمام. احنا كده صحنا الموز، صحناه يعني في الخلاط، وما شاء الله القوام بتاعه تقيل مش خفيف خالص، وكان جميل خالص. وبدأنا ان انا مثلا نحط عليه 3 معالق سكر، او كان 3 معالق سكر، وبدأت برضو ان انا نضربه ضربة كمان. تمام. وكمان برضو علشان خاطر الموز، انتوا عارفين ان هو الموز بيسود شوية، فاحنا عصرنا عليه يعني ايه، ليمون، ليمونة بسيطة، ليمونة صغيرة خالص يعني ما هيش كبيرة خالص. تمام. عصرنا عليه ليمون. تمام. انا عايزة بقى اقول لكم على حاجة بقى، اقول لكم على حاجة يعني مفاجأة. هي طبعا كانت مفاجأة بالنسبة لي، كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي، ان انا حطيت الموز وعصرت عليه الليمون وظبطت الدنيا وخلاص. ظبطت كل حاجة. المهم الاقي وفضيته بقى في الاطباق او في البلاستيكات اللي احنا بنعمل فيها، الاقي الاولاد بقى ايه، يعني ما صبروش لحد ما مثلا حطيته في الفريزر، الاولاد يعني ما صبروش لما انا حطيته في الفريزر، وما صبروش ان هو يجمد كده علشان نعمله كده بالمعلقه، يعني اغرفه كده بالمعلقه واعمل يعني التريكه اللي هو بيبقى في المحلات ايس كريم بقى، واحطه في الكوبايات والكلام ده بقى. لا وما صبروش، لقيتهم جايبينه وقاعدين وما شاء الله يعني يعني بصوا، ضاعت فلوسك يا صابر، ضاعت فلوسك يا صابر. انا كنت نفسي ان انا اصوره واوريكم وهو بيتعمل كده وانا بعمل بالمعلقه. لا ما صبروش، هو لقيت كل واحد واخد له الطبق بتاعه، وطبعا يعني ايه ما صبروش يعني، زي ما كانوا شربوه كده قبل ما يتفرزق. لا يعني بقيت مش عارفه يعني لملمت على قدر ما كان تلمينه يعني اسفه، يعني لملمت على قدر ما يمكن لمه يعني. المهم وبعد كده بقى ما عرفتش ان انا ايه اصوره بقى، فقلت خلاص انا بنعمله مع بعض مرة تانية واصوره لكم تاني. تمام. بس انا قلت لازم انا اشارككم الحلو والمر بتاعي علشان خاطر تعرفوا الاطفال قد ايه احباب الله. الحمد لله. هنا بقى انا كنت يعني عايزة اعمل حاجة حلوة في البيت، حاجة يعني ايه الاولاد بيحبوها برضو جميلة جدا. تمام. انا هنا هعمل معاكم البامية باللحمة. تمام. يعني كل الناس هتقول طبعا ما فيش حد بيعرف يعمل البامية، لا بس انا حابة ان انا اعملها معاكم. تمام. الاولاد بيحبوها اولا، وانا ما كنتش بحبها، يعني انا كنت بكره حاجه اسمها باميه، دلوقتي انا بقيت احبها وبطبخها وبعملها حاجه جميله جدا. انا يعني ندمانه على السنين اللي فاتت اللي انا عمري ما اكلت فيها الباميه بصراحه، ندمانه ندم السنين يعني. انا هنا قطعت بصلايه صغيره كده وحمرتها، يعني اللي هو التحمير خليتها محمرة شوية، انا بحبها تبقى محمرة شوية كده، وحطيت عليها اللحمة وبدأت ان انا اشوحها. طبعا انا عززتها، حطيت عليها لحم بامية باللحم، هي كانت يعني حتة لحمة كده فحتة دي. تمام. وبدأت ان انا بقى اصب عليها يعني احط الاول عليها البهارات، فلفل الاسمر والبهارات بتاعة البامية، كل حاجة بهارات بتبقى جميلة وبتطلع لها ريحة جميلة ونكهة جميلة. وحطيت عليها الطماطم بتاعتها،
بس طبعًا ما حطيتهاش غير لمّا يعني شوّحت كده اللحمة تشويحة حلوة كويسة محترمة كده مع البصل والبهارات، وحطيت الطماطم ضبّطتها وسِبتها تتعسل بقى مع بعضها وتاخد بقى من بهاراتها ولحمتها وملحها واللحمة وكل حاجة. وبعد كده بقى إيه لمّا عسِّلت كده بدأت إن أنا جِبت البامية برضه وحطيتها عليها في الطماطم، وضبّطت الملح وضبّطت كل حاجة. شوفي هنا بقى هي كانت عسّلت وكانت جميلة جدًا، جدًا ما شاء الله عليها. الله ما شاء الله. جُعت بصراحة، أنا جُعت بصراحة وأنا باسجّل لكم في الmontage أنا جُعت كده. ما شاء الله. البامية حلاوتها في إن الطماطم تكون كتير، ما شاء الله حاجة جميلة. شوفوا الطماطم هنا عسّلت جدًا، جدًا وبقت جميلة خالص أهي، وقُمت رايحة نازلة عليها بالبامية الجميلة الخضرا بتاعتنا الجميلة دي، حاجة جميلة جدًا. وبدأت إن أنا أقلّبها، أقلّبها، قلّبتها كتير يعني مش قلّبتها كتير علشان ما تتهريش منّي برضه، قلّبتها وسِبتها تتعسل وتاخد من الصلصة بتاعتها وتاخد من الحرنكشات بتاعتها اللي إحنا حطيناها، وسِبتها بقى تتسبِّك مع بعضها. وكلناها والله بألف هنا وشفا على قلبنا وقلوبكم قبل مننا إن شاء الله. بس أنا ما عرفتش إن أنا أصورها لكم كده وأنا يعني حطاها على الطاولية لأن كانت الأولاد يعني جعانين خالص يعني. وكانوا إيه يا ماما أنت عاملة لنا بامية وهم بيحبوها خالص كتير. فأنا يعني غرفت على طول وأكلنا بالهنا والشفا على قلوبكم وقلوبنا إن شاء الله بإذن الله. أنا كده شاركت معاكم اليوم بتاعي وعملت لكم الحلو وعملت لكم الغدا وجبت لكم مشتريات السوق. ما تنسوش تحطوا له اللايك والاشتراك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وإن شاء الله في فيديوهات قوية جدًا، جدًا بإذن الله. وزوّدتها كمان حبّة مَيّة وسِبتها تتعسِّل بقى مع بعضها عشان كانت محتاجة شوية مَيّة كمان. وما تنسونوش من اللايك والاشتراك زي ما أنا ما نسيتكمش من أي حاجة، وعملت لكم كل حاجة جميلة معانا ومعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.